هلا بيهم بكل اللي يشوفني وكل اللي يتابعني. معكم سعد جوهر، واخر 4 ساعات من 2022. اخر 4 ساعات من 2022 داخلين على السنه الجديده 2023. سنه سعيده على الجميع، الله يكتب الخير للجميع. بعد ما مرينا ب 2020 انقذ سنه، كانت اسوء سنه كورونا. 2021 تكمله، 2022 ضرب الاقتصاد والغلاء اللي صار بكل العالم. نشوف 2023 نتأمل بها كل خير. 2023 نتأمل بها كل خير ونشوف شنو اللي راح نشوف في 2023. من سنتر أنقرة كزلاي. من سنتر أنقرة كزلاي. أنا أصور كل سنة، تصوير عندي أصور كل سنة، يعني ليلة رأس السنة أصورها من كزلاي. بس هاي السنة مع الأسف ما راح أصور الساعة 12، ما راح أصور والأسباب مجهولة. مع الأسف ما راح أصور هاي السنة. وهاي الأجواء من سنتر أنقرة كزلاي. هاي الأجواء بآخر 4 ساعات من السنة. طبعا انتباه للجميع اللاجئين بالذات اللي يطلعون ليلة راس السنة، خلي يتجنبون هاي السنة، خلي ينتبهون على نفسهم. الكل خلي ينتبه على نفسه، لا راح يصير انتشار للشرطة كلش قوي. من هسه بدأ الانتشار من هسه. كل سنة ويصير هذا الانتشار، بس هاي السنة راح يصير أكثر من كل سنة. اللي عنده مشكلة بالهوية، اللي عنده مشكلة بالإقامة، خلي ينتبه على نفسه جدا، خلي ينتبه على نفسه، لأن الانتشار راح يصير كلش قوي، تفتيش كلش قوي. أي واحد عنده إشكال خلي ينتبه على نفسه. الجو بارد على نزل الثلج، يعني هاي الأيام ينزل ثلج، ممكن اليوم بالليل، ممكن باكر، ممكن عقبه 100% ينزل ثلج. وهذا سنتر أنقرة كزلاي. نشوف الصورة أوضح. هذا سنتر أنقرة كزلاي. Happy New Year 2023. سنة سعيدة على الجميع 2023، وكل عام وانتم بألف خير. ونتأمل بها كل خير هاي السنة. وهلا بيهم، تحياتي للجميع ومع ألف سلامة. ويلكم 2023. ألف هلا ب 2023. ألف هلا ومليون هلا. شوفينا 2023 المفاجآت الجاية بعد كورونا وبعد ضرب الاقتصاد والغلاء. شوفينا 2023 شنو ضمت لنا. وهلا بيهم.